شلونكم؟ شكو ماكو؟ إن شاء الله الكل بخير وبصحة تمام، ورمضان كريم عليكم. بهذا الفيديو راح أسولف عن شغلتين. أولا التغييرات القادمة بالقناة وبكل المنصات بشكل عام، وثانيا مسابقة الانستغرام اللي هي راح تصادف مناسبة مرور 3 سنوات على بداية صناعة المحتوى التقني بالنسبة لي. وأكيد أنتم تعرفون متابعين القناة القدامى أيضا يعرفون أنه فيديو الجمعة بالنسبة لي هو فيديو إلزامي. كل يوم جمعة أنا أنشر فيديو حتى لو ما عندي أي جهاز، دائما يكون في شيء تقني، ولكن على الأغلب راح يكون هذا الفيديو هو آخر فيديو جمعة على القناة. وراح أسولف لكم بشكل مختصر ليش هذا ممكن يكون هذا آخر فيديو وليش التغييرات اللي راح أسويها. أول شيء خلينا نكون واقعيين، المحتوى التقني بشكل عام أو المحتوى بشكل عام العفو دا ينتقل إلى أشكال أخرى حاليا، وهذا واقع حال المحتوى اللي بالشكل الطولي واللي ما يتعدى 60 ثانية، اللي هو مثل ما تعرفونه الشورتس والريلز. هذا فشي هو الرائج حاليا، والناس المتابعين يعني قاموا يعني خلينا نقول مشاهدات ال4 دقائق وال5 دقائق اللي هي قد ما هي كنت اسويها مختصرة، بس ايضا ما تجيب مشاهدات بقدر ما تجيب مشاهدات الفيديوهات القصيرة الريلز. فبالتالي أنا بالنسبة لي كصانع محتوى تقني لازم أحافظ على زيادة نسبة المشاهدات، وكل ما تقل عندي نسبة المشاهدات أو الاهتمام بالفيديوهات اللي هي مثل هذا الشكل، راح يصير هذا فشي له أثر سلبي على قناتي وعلى منصات على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لي بشكل عام. فأنا لازم يعني أتأقلم مع الوضع الحالي اللي هو أنه الناس تحب، الأغلبية تحب المحتوى الطولي والفيديوهات المختصرة. الآن بالنسبة لمراجعات الأجهزة أكيد راح أستمر بهذا الشيء، ما راح أقدر يعني أكيد راح أسوي ريلز وشورت، يعني هذا فد شيء منطقي، ولكن بنفس الوقت راح أحافظ لكم على الفيديوهات اللي هي بهذا الشكل اللي بها تفاصيل مهمة للأجهزة. فقط الأجهزة اللي أشوفها يعني أسوي لها مراجعة اللي تستاهل تفاصيل هواية وما ممكن أنه أختزلها ب60 ثانية. بالنسبة لاهتمامي بهذه الفيديوهات القصيرة سببها صراحة هو الفيسبوك وانستغرام والتيك توك. اللي دا اشوفه من صناعتي للمحتوى بهذه المنصات اكو إله يعني وكأنما اكو إله جوائز. خلينا نقول الآن من ناحية الفلوس الأرباح المادية فهي معدومة، يعني من ناحية الفيسبوك أو انستغرام وحتى الشورتس على اليوتيوب أرباحها يعني ما تسولف، يعني أقل من السنتات. ولكن قياسا طبعا بالفيديوهات اللي هي بشكل عرضي مثل هذه الفيديوهات، فيديوهات الايبادات وغيرهن، هذا لا بالعكس يعني تجيب ارباح. ولكن انا بالنسبه لي ما يهمني الربح، انا اللي يهمني انه اوصل لاكبر عدد من المتابعين، واللي يهمني انه القناه ما تنزل عدد مشاهداتها ولا اهتماماتها. وعلى الاقل يعني هي هاي الشغله اللي الخوارزميه تريدها في الوقت الحالي، انه تصعد الفيديوهات اللي هي مثل الشورتس والريلز، فاني لازم اتماشى ويا هذا الظرف. نروح لموضوع مسابقه الانستغرام. نجي هسه نسولف عن مسابقه الانستغرام. طبعا انا كنت ناوي او كنت اتمنى خلينا نقول انه اوصل لل100 الف متابع او مشترك، سواء كان على الفيسبوك او على اليوتيوب، ياهو الاقرب، اثنيناتهم فوق ال60 الف حاليا. بس كنت اتمنى انه نوصل ل100 الف على ما نوصل للعيد، على مود نسوي مسابقة فعلا تكون مسابقة كبيرة، لان انا وعدتكم قبل من اوصل 100 الف متابع راح اسوي مسابقة فعلا، او يعني سواء كان على الفيسبوك او على اليوتيوب. بس هذا الشيء ما صار، ولازم اسوي لكم فد شيء على العيد. فلذلك قلت انه يعني مع اقتراب العيد راح اوصل ل3 سنوات من صناعه المحتوى التقني مثل ما قلت لكم بالبدايه، فلازم اسوي فد مسابقه. فيعني اول شيء اعذرونا على التقصير. ثانيا المسابقه راح تكون لحد الان واحتمال قابل للزياده، بس يعني متاكد لحد الان هي عباره عن جهازين، واحتمال اضيف وياهن يعني مثلا كارتات، شيء بسيط. المهم أنا حتى أسوي لكم الموضوع سهل كلش. الاشتراك بهذه المسابقة أو السحبة بسيط جدا، مجرد أنه تسوي فولو أو متابعة على حسابي على الانستغرام وبس. هاي كل شيء ما تسوي، لا تحط لي تاجات ولا من هالتفاصيل هذه، مجرد أنه تسوي متابعة لحساب الانستغرام. حساب الانستغرام خلي اشوفكم اياه بالموبايل، انا دائما اكتب بالمنشورات وهاي التفاصيل، هذا اللي هو هاشتاج 9 مثل ما قدامكم. راح تلقون نفس البروفايل بيكتشر، نفس الصورة. وهم راح اخليكم اكيد روابط سواء كان بالوصف او بالتعليقات. بمجرد ما تروح تسوي متابعة خلص انت دخلت بالسحبة.
اكو شغله كلش مهمه احب اقول لكم اياها للامانه. اني ما راح اسوي فيديو للسحبه، ليش؟ لانه لحد الان ما دا القى اي موقع اثق به انه ياخذ المتابعين ويسوي من عندهم سحبه. اكو فقط للتعليقات وهاي مال التاجات، واللي انا ما اريد اطبق بيها هاي الدوامه، انا اريد اسهلها عليكم. فالمتابعين فقط اللي على الانستغرام. فلذلك ايش راح اسوي اني؟ او يعني قررت انه اتفقت ويا الشباب بزيرو 5 تك، اصدقائي المقربين هم اختصاص برمجه وهاي التفاصيل، راح ياخذون حسابي وياخذون فقط المعرفات مال الانستغرام مال المتابعين، ويجرون السحبه ويقولوا لي الفائز هو فلان. طبعا انا دا اقول لكم هذا الحكي على يعني من هسه اقول لكم هذا الشيء، لان هاي امانه، اخاف احد ما يريد يشترك، واحد ما عنده ثقه بالموضوع. فهذا الشيء هو اللي راح يصير مباشرة، يعني يوم العيد الأول أو الثاني بعون الله راح أنشر أنه فلان فاز. يعني أخلي الحساب مال الفائزين اثنيناتهم، راح أخلي حساباتهم، وراح أنشرها على الفيسبوك وعلى الانستغرام، فتابعونا هناك. هذا هو الشرط الوحيد، أنه تسوي متابعة على الانستغرام فقط وتدخل للسحبة. وبعد بالله ايش عندي؟ طبعا اكو هواي شغلات تسولفها بهذا الفيديو، بس ما ادري طارت من بالي، لان اني هذا لا نص ولا شيء، قلت خلي اسولف وياكم. اريد اقول اني اشكركم جزيل الشكر لكل من تابع فيديوهات الجمعه وظل وياها، ودائما كان اكو من يكمل الفيديو الاخير حتى لو الفيديو ما يهمه. هذا فد شيء يعتبر يعني هو اللي خلاني اكمل بهذه السلسله. بس مثل ما قلت لكم هذا فد شيء قام يضر بالقناه للاسف، يعني السبب مو من عندي، يعني هو الذوق العام صار هيك. بنفس الوقت الخوارزميات ما تدعم من يشوفون المشاهدات تقل بعد، هاي يضروها للقناه. وبدل ما كنا نحصل مثلا 200,000 و300,000 متابع، هسه يعني يا دوب اذا جاب لي فيديو 5000 مشاهده خلال اسبوعين، هيك شيء نعم الله يعتبر، مهما كان نوع الفيديو، مهما كان نوع السبق اللي اسويه. يعني انا عندي فيديو قبل فتره سويته يمكن اسبوع كامل اني اقرا واسوي عليه، ما جاب يمكن 1200 او 2000 ما دا اتذكر. يعني يعني مع اعتزازي لكل اللي شاهدوا هذا الفيديو، بس من يصير عندي ارقام قليله قياسا بعدد المشتركين عندي، اليوتيوب يبدي بعد يعني خوارزميات بعد. انتم ادرى ما اريد اسولف بهذا الموضوع هوايه. وعلى العموم انا اشكركم جزيل الشكر، شكرا لكل من كمل هذا الفيديو الاخير، وان شاء الله باقين وياكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه.